السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في تحفيل التحفيل. يا عم دلوقتي الناس اللي بتشتمني، طب انت بتشتمني ليه؟ انا بطلع بفيديوهات يا عم، ولا بشتم ولا بغلط في حد ولا بقول حاجه. انا كل اللي بتكلمه بقول الاهلي والزمالك وبقول الحقائق. فانت بقى كمشجع زملكاوي سمعت الحقيقه فاتوجعت، فانت اتوجعت. يعني انا مش عارف اقول لك ايه. طب خد دي بقى للاهلاويه قبل الزملكاويه، دي ما جاتش على دماغ حد. ماشي، اتفرج على الاهلي في كاس العالم للانديه وانسى اللي حصل من فرقه للادويه. وسلامات سلامات سلامات حبيبنا يا ابو تلاتات، يا ابو تلاته، يا ابو اربعه، يا ابو خمسه، يا ابو سته، يا صاحب القضيه في الحته الفاضيه. من غرزه اللي هناك بلاش من الغرزه اللي هناك انت صاحب التلاتات. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه يعني بصراحه. يعني انت دلوقتي يعني المشهد بيعيد نفسه، الاهلي لما بقى قابل الباير انت اتريقت واتغلبت من غزل المحله. الاهلي لما قابل ريال مدريد قعدت تقول كاس العالم للانديه ان هو ضعيف والبلا بلا بلا بتاع كل مره يعني. والدوري مش عارف دايما، يعني انتوا عندكم شيزوفرينيا شويه في الدوري، اصعب ولا افريقيا اصعب ولا مين الاصعب بصراحه. فمعلش يا رجاله، ده مستواكم وانا ما اعرفش انتوا يعني منافسين ازاي. انا مش قادر افهمها، يعني انا فعلا مش قادر افهمها. الموضوع عالمي قوي ومساء الفل ويا ريت يعني تخليكم في مشاكلكم. يعني اللي بيعمله سياده المستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك، يعني يا جماعه جدوا يعني ده البروف اللي المفروض يعلم الكوره لكل مدربين العالم الكوره بتتعمل ازاي. يعني ده قاعد على الدكه، يعني ايه الاهانه دي؟ الراجل طبعا كده يعني انا مش متضايق ولا شايفها اهانه. الراجل اخر سنه وملهوش اي نادي في الدنيا، فليه فلوسه فعايز فلوسه، وانتوا كالعاده شحاتين. والفيديو بتاع سياده المستشار في اتحاد الكوره بيقول كده، انتظروا تفصيله لكل كلمه وكل موقف في الفيديو دوت بشكل واضح وصريح يعني. ولكن انتوا فعلا ما فيش فلوس رجعتوه، انتوا اصلا من غيره مش هترجعوه. الراجل قاعد على الدكه شكله يعني حزن. ده البروف يا جماعه، ده يعني ده دوري وكاس، ده حاجه جامده جدا يعني. ده يا خبر ابيض، دوري وكاس يا صاحب الدوري وكاس اللي لعب من دور 64 ازاي؟ صاحب الدوري وكاس واللي جاب الدوري وكاس قاعد على الدكه. والعبقري اسامه نبيه، يعني هم بيردوا اعتبار اسامه نبيه ولا بيذلوه عشان الراجل ليه فلوس؟ يعني هو شال 3 اسامه نبيه. يعني هو كان عايز يقول ان انا كنت المباراه وفريرا قاعد على الدكه وانا جبت الماتش وتك يا خبر ابيض. يعني الموضوع ده بيستوقفني برضه لعلي ماهر. يعني فيوتشر ضيع منه المركز الثاني وقضى عليهم وهو كان في ايده يظبطه. يعني علي ماهر متخاذل يعني بصراحه، ساب الماتش للزمالك. بروف يا جماعه قاعد على الدكه. جمهور الزمالك مش عارف حزين ولا مبسوط ولا ايه بالظبط، هو وراه في كل حاجه. يعني مش عارف احنا يعني داخلين على ماتش مهم. بنقابل كبير العالم واحنا تاني كبير العالم، فلقاء عمالقه، لقاء كبير. هرجع اقول لك تاني، ماشي، اتفرج على الاهلي في كاس العالم للانديه وانسى اللي حصل من فرقه للادويه. سلام.